رسول الله. اهلا بحضراتكم. ان شاء الله النهارده هنناقش نقطه في كود الاسكي، كود الاحمال الامريكي. نقطه جديده. النقطه دي ممكن تكون شويه كونفيوزد، الا وهي لو انا عندي نظامين انشائيين في المسقط الراسي، استخدم الار والسي دي والاوميجا بتاعت مين فيهم؟ الكود الامريكي في 12.2.3.1 ناقش النقطه دي تفصيلا، وقال لك ان انت مينلي بتبص على السيستم بتاع الجزء الاعلى. يعني انا عندي دلوقتي وليكن مبنى 10 ادوار، انا من الفاونديشن لحد الخامس اشتغلت بسيستم، ومن الخامس لحد العاشر اشتغلت بسيستم تاني. اول حاجه هبص عليها هو العلوي. فهو لما يجي بيتكلم معاك بيقول لك ان لو كان الجزء العلوي ده ليه الار الاقل، فساعتها الار الاقل هيتوحد على السيستم بوجه عام او على المبنى بوجه عام. تمام؟ بمعنى ان انا لو عندي مبنى من الفاونديشن كنت شغال شيرول وطلعت فوق بدلتها بعمدان بالشكل ده، انا عندي الار هنا لو انا بتكلم في اوردينري فالار عندي هنا تقريبا ب4، وعندي الار هنا لو برضو قلت ان هي اوردينري مومنت ريزيستنج فريم فساعتها هتكلم في 2.5. تمام؟ طيب ساعتها انا هبص على الجزء العلوي فلاقي الار عندي ب2.5، يبقى الاثنين ونص هيتوحد على المبنى بوجه عام. طب الكود قال الكلام ده فين؟ في المنطقه دي كده لما بيقول where the upper system has a lower response modification coefficient، فبيقول لك ان the design coefficient الار والاوميجا والسي دي for the upper system shall be used for both systems. تمام؟ فدي كده اول نقطه الكود اتناقش عليها بشكل مفصل. طيب لو افترضنا جدلا ان حصل العكس، مع ان ده مش وارد قوي، ولكن لو افترضنا جدلا ان حصل العكس، فبقى عندي برضو نفس الموضوع، ان انا عندي مبنى بالشكل ده كان 10 ادوار، وان انا ابتديت من تحت كنت شغال بمومنت ريزيستنج فريم اوردري، وطلعت فوق نغير اللون اشتغلت بيه نظام شيرول سيستم. فانا عندي دلوقتي الار هنا ب4، وعندي هنا الار ب2.5. طب هشتغل بمين فيهم؟ فالكود بيقول لك طيب انت هتشتغل العلوي بالار بتاعته، وهتشتغل السفلي بالار بتاعته، ولكن المنطقه اللي هتنقل الحمل هتتصمم على ار اعلى شويه. بمعنى ان انا مثلا في الدور احنا قلنا بادئين من الفاونديشن لحد الدور الخامس، فهاجي مثلا في الدور السادس هفترض ان هو ده اللي يحصل فيه انتقال الحمل. تمام؟ فانا هصمم الجزء اللي فوق على ار كانت ب4 عشان هي كانت شيرول. تمام؟ فلحد هنا كده انا ما عنديش مشكله، الجزء من اول السادس لحد العاشر متصمم على ار ب4. لكن الجزء من الخامس للسادس هاخد الار اللي هي قيمتها ب4 اضربها في ريشيو او نسبه اللي هي ال4 دي على ال2.5 دي، فهقول 4 في 4 على 2.5، ودي تبقى قيمه الار اللي انا هصمم عليها. شكرا ليكم جدا، كان معاكم احمد نصرت من تريننج مينتورز.